ازاي اكون انسان سعيد؟ قبل ما اعرفك محتاج اقول لك معلومه مهمه جدا، هو ان في فرق بين المتعه والسعاده. المتعه قصيره المدى لكن السعاده طويله المدى. المتعه بالاخذ لكن السعاده بالعطاء. المتعه بتديك هرمون الدوبامين اللي هو هرمون الادمان. المتعه فيها ادمان لكن السعاده ما فيهاش ادمان. المتعه بتكون مع نفسك لكن السعاده بتكون مع الناس اللي حواليك. لو ركزت على المتعه هتنسى السعاده وهتبعد عنها. السعاده قيمتها الحقيقيه في العطاء، وهي دي اللي هتخليك تشعر انك انسان. حاول تدور عن السعادة في المكان الصح، وحاول تحوط نفسك بالناس السعيدة، بالناس الإيجابية مش بالناس السلبيين. لما تيجي تحط لنفسك هدف في المستقبل وعايز توصل له، هات ورقة وقلم واكتب فيها ايه الدوافع اللي هتخليني احقق الهدف ده. واهم حاجة ما تحطش اي دوافع سلبية، اني اثبت وجودي للناس، اني اثبت وجودي للاهل، اني عايز اخد لقب معين عشان الناس تناديني بيه وليكن مهندس او دكتور. اوعى تعمل كده، اوعى تخلي الدوافع بتاعتك سلبية، عشان لو عملت كده مش هتحس بالسعادة لما تيجي تنجح، ومش هتحس اصلا بطعم النجاح. زي ما اتكلمنا عن المتعة والسعادة، عايز اكلمك عن التسليم والاستسلام، لان دي حاجة مهمة جدا. لو انت هتحط خطة لنفسك وليكن الخطة دي هتخلص في 6 شهور، اشتغلت على نفسك كويس جدا شهر 2 3، لكن بعد كده لقيت صعوبات ولقيت حاجات هتوقعك، فانت غصب عنك وقعت لاي اسباب، سواء نفسيه سواء صحيه، ايا كان الاسباب. حصل لك زي تحديات مؤقته وقعتك. انك تتخلى عن التوقيت ده اسمه تسليم، لكن انك تتخلى عن الهدف كله وتقول انا مش مكمل الهدف ده خالص، ده اللي اسمه استسلام. خليك انسان سعيد، خليك انسان بيقبل الهزمات المؤقته، وهو ده اللي هيوصلك للنجاح. خليك فاكر ان النجاح بيبدا بفيديو حافزك. سلام عليكم.